بصوا بقى يا جماعة الطبق ده، بصوا الجمال ده، شايفين؟ بصوا شايفين ازاي؟ شايفين؟ بصوا طرية ازاي، بصوا اهي وهش. عارفين دي ايه؟ دي قشطة المولد. طبعا عايزين تعرفوه ازاي اتعملت والسهولة اللي اتعملت بيها. يلا بينا تعالوا بقى نشوف اتعملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، ليا وليكوا ولأحبابنا ولأولادنا وكل من له الحق علينا، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة بس أقول لكم قرة العين دي اللي هنا يعني ربنا يرزقنا بيها ليا وليكوا ولأحبابنا إن شاء الله، اللي هي الدمعة الخفيفة الدافية اللي بتنزل من العين نتيجة الفرحة. ربنا يرزقنا زي ما يعني كده. ربنا يجعل ولادك قرة عينك، يعني قرة عينك يعني تفرحي بيهم من كتر الفرح عينك تدمع يا رب، آمين آمين. إن شاء الله بإذن الله كده هنعمل القشطة بتاعت مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هنحتاج ايه بقى في المكونات دي؟ هنحتاج 3 معالق جيلاتين، ومعلقتين من جيلاتين وجيلاتين ومعلقتين من الجلوكوز. طبعا انا ما عنديش، هم دول شويه بس قلت ان شاء الله الحبه دول يكفوا. كوبايه سكر، وهنحتاج رشه من الملح الليمون، وهنحتاج برضو جوز هند وزبيب. ممكن تحتاجي حاجه منهم، يا جوز هند يا زبيب، وميه. دي كل المكونات بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. انا جبت طاسه او حله او اي حاجه انت عايزاها، بحط فيها كوبايه السكر واحط معاها ربع كوبايه ميه. بصوا قبل ما تبتدوا، دي نصيحه يعني، قبل ما تبتدوا في اي وصفه لازم تكوني محضره كل حاجه علشان لما تيجي تعمليها ما تتلخميش. انا كنت محضره برضو صينيه، عايزه تحضري بقى صينيه بايركس، اي نوع من اي صينيه اي حاجه، بتدهنيها زيت وبتحطيها بتجهزيها جنبك كده اهي زي دي كده. تعالوا بقى نحط سكر. نحط السكر واحط عليها ربع كوبايه السكر وربع كوبايه ميه، احطهم على البوتاجاز وهحط عليهم معلقتين من الجلوكوز. انا حطيت كوبايه السكر وربع كوبايه ميه وحطيت معلقتين من الجلوكوز. مش هقلب دلوقتي غير لما يسيح يدوب السكر عشان ما يسكرش. على بقى لما هي تسيح شويه هكون انا احضر الجيلاتين. والجيلاتين اهو، اللي هما المعلقتين او الثلاثه اللي انا قلت لكم عليهم، وهحط عليهم ميه دافيه يعني سخنه شويه كده اهو، في حدود ربع كوبايه، وهقلبهم واركنهم. لازم تكوني مجهزه الجيلاتين علشان اللي هننزل بالخليط اللي احنا حاطينه على البوتاجاز اللي هو السكر مع الجلوكوز لازم يبقى سخن، وهو احنا بنحطه على الجيلاتين لازم اهو. انا كده جهزت الجيلاتين، هركنه بقى على جنب كده واشوف اللي على البوتاجاز اللي هو السكر على البوتاجاز. وهو السكر بيغلي كده، طبعا لسه ما وصلش للمرحله اللي احنا عايزينها، حط عليه شويه ملح الليمون. طفيت بقى كده على السكر والجلوكوز لحد المرحله دي، ما تخليهوش يتحرق او يتكرمل منك. بعد كده هحطه على الجيلاتين وهو سخن. دلوقتي هنزل بقى بالخليط بتاعنا اللي هو السكر والحاجه بتاعتنا وهي سخنه، بهنزل عليها بالجلوكوز الجيلاتين اهو، ولازم وهو سخن. ليه بقول لكم بقى لازم يتضرب وهو سخن؟ علشان يدينا اللون الابيض. انا حطيت دلوقتي الخليط كله على بعضه وهسيبه لحد لما ياخد اللون الابيض ده، وهقول لكم امتى ندفع عليه. شوفوا لازم يوصل للمرحله دي، شايفين لما ارفعه كده اهو مش مسيل خالص، هو كده ماسك نفسه كويس جدا. هبتدي بقى ايه، شايفين بيمط ازاي؟
عامل زي الجبنه الموتزاريلا. انا كنت حطيت رشيت الكيس اللي هو في الصينيه، رشيته حطيت فيه زيت ورشيته جوز الهند. ببتدي بقى اصب الحاجه بتاعتي كده، الخليط بتاعي اهو. بصوا كده بقى، بعد ما صبيتها في الصينيه، انا في الاول خالص رشيت جوز هند وبعدين زبيب. انا نسيت احط الزبيب، يا نهار ابيض. دلوقتي هحط الزبيب كده اهو. عايزه تحطي زبيب حطي، مش عايزه مش مشكله الزبيب يعني. حط، بس حط جوز هند علشان هو يديك الطعم والشكل اللي هو الجاهز اهو. انا مش حاطه زبيب كتير حتى اهو. زبيب، وبعد كده برش جوز هند. ما احطش جوز الهند الاول لان جوز الهند هيعمل فاصل لو انا حطيته الاول، ومش هيخلي الزبيب يمسك اهو. ارش كده جوز هند. مش عارفه هند سايبه جوزها ليه وماشيه. يلا حط جوز هند بقى، وسيبك من هند، وسيبك من هند خالص اهو. هنسيبه بقى يبرد خالص كده، وبعد كده نيجي نقطعه ونشوف بقى شكله عامل ازاي، وتقولي لي تسلم ايديكي. بصوا كده بقى، بعد ما بردت اهي سبتها ورحت للدكتور السنان. مش قادره اقول لكم بقى، راجعه شفايفي دي مش حاسه بيها والله. من الحقنه. مش عارفه اتكلم اصلا. حتى مسكت البتاع ده اسمه ايه، جوز هند وقع من ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا علشان انا حاطه بقى الكيس فطلع معايا بسهوله خالص اهو. اهو نقطع بقى كده. وعايزه انا جوز هند، محتاجه جوز هند بس معلش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السكينه لازم تدهن زيت. انا دهناها زيت. نقطع بقى كده اهو. اهو كده اهو. بصوا القطعه يا جماعه اهي، شايفين قشطه قشطه يعني اهي. بصوا طريه ازاي، شايفين مطاطيه ازاي، بصوا شايفين بتمط ازاي اهو. بصوا دي القشطه بتاعت مولد النبي اهي. يا رب تكون عجبتكم الوصفه اهو. استنى بقى ارصها لكم في طبق عشان يبقى شكلها حلو كده. عايزه الفت نظركم لحاجه مهمه جدا. اوعوا لما تيجي تبردوها تحطوها في التلاجة. لو حطيتوها في التلاجة هتبوظ، فما تتحطش في التلاجة ابدا. وتعملوا نفس الخطوات اللي انا عملتها، تطلع معاكم ناجحه وحلوه جدا زي ما انتم شايفين اهي. قشطه اهي، بصوا شايفين اهي، احلى من القشطه. بس انتوا احلى منها على فكره، انتوا احلى من القشطه يا حبايبي. معلش انا بقى مش عارفه ادوق عشان بقي. شفايفي شفايفي وجعاني جدا، حاسه ان هي مش مني، عماله بدور عليها. يا رب تكون عجبتكم الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش ايه، اللايك والاشتراك. تقعدوا بالعافية.